السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا اليوم حنقدم معكم غريبة مغربية وصابلي بحكم طلب زبايني واجد وحبيباتي وصديقاتي. اليوم حنبدأ معكم على بركة الله. طبعا غريبتي هي مامي، على حسب طلبية الناس حبيت اني انا انزلها لكم. عندكم 250 غرام زبدة، وفنجان شوربة زيت مليان، وفنجان شوربة سكر مليان، وهنا كباية عصير مليانة سمسم، وهنا كبايتين سمسم وكاكاوية مهرمشة هرميش، وهنا 2 فانيليا و2 خميرة، وهذه الزبدة والدقيق على حسب الخليط. طبعا بعد ما تمسك معانا عجينة الغريبة حاجة بسيطة تقعد رطبة. حنحطوا هنا الزبدة وحنزيدوا عليها السكر، وحنحاولوا ان احنا ندوب السكر بيدنا كويس. نزيدوا عليها قرصة ملح خفيفة، بعدين حنزيدوا عليها 2 فانيليا، وبعدين حنحاولوا نخلطوا الخليط مع بعضها لين يدوب السكر. من بعد ما داب السكر حنزيدوا عليه فنجان شوربة زيت مليان، وحنخلطوا خليط كويس. وبعدين حنزيدوا كباية سمسم اللي حنكونوا قبلها محمصينها على النار. هنا حنزيد كباية السمسم عادية مش مطحونة، وهنا حنزيد عليها كبايتين، واحدة سمسم واحدة كاكاوية مطحونة مع بعضهن طحنة بسيطة، وحنحركوا الخليط مع بعضها كويس. وهنا حنزيدوا أول فنجالين شوربة مليانين دقيق. حنحلوا هنا الخميرة، هذه أول علبة وهذه تاني علبة خميرة. حنحركوا الخليط كويس. وهنا حنزيد تاني فنجان شوربة، وهيك حتكون خدت فنجانين ونص شوربة. طبعا لأن أنا دايرة المقدار شوية، اللي حاب يقدر يدير المقدار على مرتين. حنحركوا الخليط كويس مع بعضها لين تمسك معي العجينة تلم. بعد ما تلم كيف ما حقيتوا لمة بسيطة على حسب الدقيق، إذا كان دقيق كم يشرب. هنا بديت نديرها كور دائرية، وناخد هنا البيض ونغطس فيه اللوزة ونحطها فوق الغريبة كيف ما تحقوا الطريقة. البيض باش يمسك اللوزة ما تحولش من مكانها. طبعا حنكملهن كلهن، حنحطها في الكوشة من فوق، حنولع عليها من فوق لين يعطي شكل الغريبة حلو من فوق، منظرها الحلو. وبعدين حننزلها ونولع عليها من لوطة. ما تنسوش الطاجين ديروا له زيت ودقيق مش ما تلصقش الغريبة. طبعا هذا شكل نهائي للغريبة، طبعا بحكم الجميع اللي ذاقها، ونزلتها لكم على حسب طلبكم. كم من واحد طلبني قال لي نزلي لي غريبة ماما، ونزلت لكم غريبة ماما. طبعا سهلة وسريعة. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتشاركوا الغريبة مع صحباتكم اللي يحبوا الغريبة متاع الحوش. هنا حنبدأ معكم النوع الثاني اسمه صابلي مغربي، 125 غرام زبدة، ونزيدوا عليهم 3 كواشيك سكر، ونزيدوا عليها 1 فانيليا،
وحنزيدوا عليها وحدة دحية، حنحركوهم مع بعضهم كويس لين يدوب السكر. بالنسبة للناس اللي تحب حاجة الحوش، هدينا الطريقة سهلة وسريعة. هذه كوباية زيت، وحنحركوا الخليط مع بعضه كويس، وحنزيدوا الدقيق على حسب الخليط لين يخلط معنا الخليط الصابلي ويقعد رطب. هنا بعد ما حركت الخليط مع بعضه والتم، وهنا كيف ما قلت لكم لازم يكون رطب لعجينة الصابلي. وبعدين حنفردوها فوق الطاولة. طبعا انا درت نايلو بسيط وفردتها فوق الطاولة، ودرت لها الطابع هذا اللي اسمه طابع البطاطا نحن نقولوا له. وبعدين حنديرها على شكل هلال او قمر كيف ما تقولوا. هنا من بعد ما حنشكلها كلها، حناخد كباية صغيرة عندي في مكان نوحة، وحنشكلها عن طريق هلال بالطريقة هذه. كل واحد يشكلها كيف ما يبي. انا حبيت ادير الشكل هذا، وطبعا تكون هي رطبة، يعني حتى في الشيل لازم تشيليها بشويش. طبعا هنا بعد ما شكلتها كلها زي ما قلت لكم نديروا في الطاجين دقيق وزيت، وحنحطها نولع عليهم اللوطة، وبعدين نولع عليها من فوق لعند ما تقعد ذهبية لون الصابلي. وبعدين حنديروا هنا اي نوع شوكولاتة في حمام مريم، وحنحاول نزين الصابلي نصه بالشوكولاتة بالطريقة هذه اللي تحقوا فيها. بعد ما نزينها كامل نحطها في الثلاجة لعند ما تجمد الشوكولاتة شوية في الصابلي، وبعدين حنقدموها في تبسي وتحقوها تجي حلوة خفيفة وحلوة في المذاق. طبعا هذا شكل الصابلي النهائي، وحطيت لكم الغريبة على حسب طلبكم كلكم. كنتوا حابين الغريبة والصابلي حطيتها لكم على الفيديو. أي اعتراض عندكم اكتبوا لي في التعليق، وحنكتب لكم المقادير من جديد في صندوق الوصف حتلقوه كله بالحرف الواحد، الغريبة والصابلي. وما تنسوش تديروا لي لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. سومة للمرأة الأنيقة.